السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد في وصفه جديده. توحشتكم بزاف، توحشتوني لما توحشتونيش. غبرت عليكم الصراحه، حتى تنسيت، ما بقيتش حتى واحد يعني يعقل عليا الا الناس يعني اللي كيعرفوني. طلبوني نرجع للقناه ديالي اكثر من مره، يعني دائما يسولوني على القناه واش غنرجع واش ما غنرجعش. قلت لهم حتى نفكر، يعني ما كنتش نحط فيديوهات، ما نقدرش نمونطي بحكم الجفاف د العيون كنت نعاني منه. الحمد لله تحسن دابا شويه. هاد الطرطه هذه يعني كنت حطيتها شي عام هذه، يعني في 2023، ودابا حنا على الابواب د 2024. كنتمنى يا ربي تعجبكم، وكتجي رائعه يعني بلا اطار بلا حتى شي حاجه، مذاق رائع، والشكل ديالها هانتوما تشوفوا فاش انه مزيون بزاف. نصلي على النبي كيف العاده، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. كذلك الصفحه ديالي في انستغرام فيسبوك، مقادير كلشي غتلقاوها في صندوق الوصف. بقاو معايا. بسم الله على بركه الله. هنا في كاس المولينيكس عندي 3 البيضات درجه الحراره العاديه، غنضيف عليهم كاس الا ربع د السكر، ناقص واحد 3 معالق السكر. ذكروا معايا مزيان، يعني تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا جميع المراحل. قبيصه الملحه. هنا عندي كاس الزيت على ضرب كاس العنبه. درت كلشي في مره واحده. هنا نسمت بالساشي د الفاني من فئه 7 غرام. وهنا الكاس اللي كان فيه الزيت عمرته بالحليب، يعني غنطحن كلشي في مره واحده. هنا الخليط ديالي من بعد ما طحنته كامل غنكبو في هذا الاناء. تقدروا تخلطوا البيض مع السكر، ويعني المراحل دي كي كان لي معروفه. انا درت كلشي مره واحده، يعني كنت زربانه. هنا غنضيف الدقيق شويه بشويه، يعني ما حسبتش الدقيق شحال، فقط غنشوف القوام د العجينه. وجوج ساشيات د الخميره من فئه 8 غرام، مجموع 16 غرام. وغنخلط بهذا الطراب اليدوي. دائما من قبل تكونوا متاكدين من السكر ديالكم يكون دايب في ديك الخليط الاول، لان كيتطحن في المولينيكس ما يبقاش يعني في اثار السكر. غنبقى نضيف شويه بشويه وانا نخلط. وهنا بتاكدوا من العجينه ديالكم ما بقاش خاصها الدقيق. ملي كتبوا 8 كتبقى مكتوبه، من بعد تختفي كما لاحظتوا نتوما دابا. غنضيف واحد المعلقه كبيره هكذا الخل، كيعطيها واحد المحسن، وكتبقى يعني طريه وخدوز 3 ايام. وكذلك يحاز فوريه البيض. هنا غنجمع العجينه بواحد سباتيل باش تشوفوها واضحه معكم مزيان. المول عندي مدهون بالزبده، ما دهنوش بالزيت، يعني الزبده ناكد عليها، ودرشه بالدقيق. ونعلي يدي الفوق نكب الخليط باش ما يبقاوش الفقاعات د الهواء الداخل. هنا ضربت المول مع سطح العمل باش يخرجوا ديك الفقاعات، وباش الا ما بغيتوهاش تنفخ لكم، يعني غديروا بحال هنايا، غديروا واحد العود ولا كيغضو، تبقاو تدوروا بحال هكاش ما تنفخش، وندخلها الفران. والكيكه ديالي من بعد ما طابت خرجتها، يعني طابت لنا نار مهيله من تحت حتى نتفخات، وجربتها بواحد السكين خرج نظيف. الا خرج بالعجينه خلوها مازال طيب، من بعد كنشعلها من فوق حتى تحمر من الوجه ديالها. وهنا غنقلبها في هذا البلاطو د الورق، يعني ولا هذيك باش ما تعرقش. وهنا مباشره من بعد ما تبرد، يعني انا اصلا كنت جبدتها صورتها معكم بارده. غنقسم الكيكه ديالي على جوج. انا عندي الفران يعني مايل شويه، دائما واحد الجهه تجي غلظ من واحد الجهه. صافي ها الجينواز ديالنا قسمناها على جوج. هنا الجهه الغليظه كتحطوها على الجهه اللي رقيقه كما واضحه قبلتكم.
وهنا نفس المول اللي طيبت فيه الكيكه غسلته وخليته فازق، ماشي مشكل. غنضيف فيه 3 المعالق د السكر اللي نقصت من المقادير في الاول. هنا وزعت السكر على سطح المول كامل، وحطيته على واحد المقله ثقيله وخليته يذوب. يعني غير عكزت وما نديرو هكا في الكاسرونه، عاد رجعوا كبوه هنايا، لكم الاختيار. من بعد ما بقى يذوب بقيت نحركه، واخا يبقى هكا بهاد الطريفه هذا ما تخافوش منه، يعني كيذوب كامل. هذا الكراميل هذا ما فيه لا زبده لا كراميل لا دانون دي كراميل لا حتى شي حاجه، يعني عادي. كنبقى نحرك مزيان، يعني تنحصل اللون يكون مفتوح شويه، ما تخلوهاش يعني اللون ديالو يتغلق باش ما يتحرقش ديك الكراميل. نزلته على النار. المول ديالي سخون بزاف، يعني استعنت هكا بالزيت باش ما يحرقليش يدي. وحاولوا توزعوا على الجوانب كاملين والوسط وهكا متساوي. من الاحسن يكون مول سخون باش يلا يتوزع لكم. ونحطو جانبا حتى يبرد. السيرو اللي غنسقي به الكيكه عندي كاس ونص د الماء، 2 دوائر د الحامض. آه، الحامض يعني الحامض ماشي البرتقال الاصفر. 2 معالق سكر سنيده، غنخليهم يغليو فوق النار. وهنا من بعد ما غلا مزيان غنغطيه باش ما يبردشي، وندوزو باش نحضروا الكريمه. المقادير د الكريمه عندي هنا في كاسرونه يطرو د الحليب ناقص كاس. هنا ما يعادل 5 كيسان د العنبه د الحليب باش نكون واضحه معكم. 4 كيسان سكر سنيده باش تجي ناقصه شويه من السكر. تقدروا ديروا 5 الا كنت تعجبكم حلوه بزاف. هذه كتجي الحلاوه ديالها يعني هي هذيك. غنضيف كذلك 5 معالق د النشا. هنا ما تصوروش هما باقين على اللوجه د الحليب، يعني ما تصوروش عفوا ما عرفتش كيفاش. و2 ساشيات د الفاني من فئه 7 غرام. ساشي د الفلون د الفاني باش يعطيها النكهه ويعطيها كذلك اللون، وحتى المذاق ديالو كيجي مزيون في كريمات. ونخلط على البارد مزيان ونطيبها فوق النار مع التحرك، يعني حتى تقصح شويه. والكريمه ديالي من بعد ما طابت يعني على نار تكون متوسطه، نبقاو نحركو يعني ما نوقفوش التحرك حتى نحصلوا على الكريمه خضره بحال هذه. غنضيف معلقه كبيره د الزبده، وكذلك غنسم هكا بواحد الدانون د الفاني. هنا الدانون لا مبغاش يتكب لكم، حيدولو طريف من فوق يدخل مع الهواء يهبط بسرعه. غنحرك مزيان. تقدروا تستغنوا على دانون. من بعد ما خلطت الكريمه مزيان غنكب على هذا الكراميل، غنكب بالنص، والكميه اللي بقات غنحتاجها من بعد. هذاك الكراميل يعني كيولي بحال الزجاجه لاصق على المول. غندير النص د الكيك، غنسقيه بديك سيرو اللي وجدته معكم. هو باقي سخون يعني غطيوه باش يبقى لكم سخون. ونكب النص المتبقي من الكريمه، يعني كبوها كامله دابا ما تخليو حتى حاجه. يعني الطريقه سهله بحال المولد الورده، ديك الكيك د المولد الورده. وانا درت في المول يعني العادي باش كلشي يعني كلشي كيتوفر على هذا المول هذا. وهنا النص الكيكه يعني الوجه ديالها اللي كان الفوق هو اللي درته، هو يعني بيجي هو التحتاني. غنتقبها بفرشة مزيان باش يدخل معها السيرو. صافي نبقى نوزع السيرو بالمعلقه بشكل متساوي باش تسقى كامله. ولا ديروا هكا واحد الشيته باش توزع لكم مزيان المعلقه، يعني ديك الماء كيهبط.
انا غنجيب السلوفان وغنحاول نغطيها مزيان باش ما يدخلش مع الهواء في الثلاجة. تقدروا تخليوها 4 ساعات، انا خليتها ليلة كاملة. غنعاود لهنا السلوفان لان ما كفاهاش، بقاو الجوانب ديالها يعني باينين، ما خصهاش تشم ريحه الثلاجة. كما راكم تعرفوا الكيك كيشم ريحه الثلاجة بزاف. انا نخليها ليلة كاملة ونرجع معكم ان شاء الله نوريكم الشكل ديالها النهائي. ومن بعد ما باتت ليلة كاملة رجعت معكم. نحيد السلوفان. نبقى نورك هكا مع الجوانب، حاولوا توركوا عليها كامله نتوما، لان من تحت ديك السكر يكون يعني ديك الكراميل يكون داب. نتوما تحركوا داكشي كيدور، ساهله بزاف بزاف. شفتوا كيفاش تتحرك، يعني ما لاصقاش نهائيا، غير وكان خصها الهواء يدخل معها باش يلا تقلع من ديك البلاصه. انا خليت معكم جميع المراحل، سمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو، لان بزاف الناس يطلبوا لي هذا، يعني هذه المرحله هذه شوفوها. لا نقلبها في التبصيل ولا في طبق التقديم كما تشوفوا. يعني ديك غنضرب على القاع المول شويه، يعني حتى يدخل معها الهواء، ماشي لاصقه فقط، خصو يدخل معها شويه الهواء تنفس من واحد الجهه وتهبط بسهوله. هانتوما تشوفوا ملي نفستها، يعني ما عندي كيفاش ندير نوركوا عليها من واحد الجهه مزيان. الكراميل هو هرق ماشي مشكل، المهم هي الطرطه تجي يعني ناجحه وتجي هكا بهذا المنظر هذا مزيون. هنا التزيين يعني يبقى اختياري، زينو باش ما حبيتو بالشوكولاته باي حاجه. هنا عندي حب الملوك ولا الكرز هكا مصبر، غنديرو هكا مع الجوانب وحده في الوسط. وغنزين هكا ورقه النعناع، تزيين بسيط. تقدروا ديروا الشوكولاط محكوك كما درت انا في الطرطه اللي من قبل، يعني اختهد هذه فقط غيرت التزيين، اما الكيك هو على هذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي للطرطه ديالي، جات رائعه في الشكل ديالها. كثرت شويه من الورق د النعناع لكن ماشي مشكل، نتوما تقدروا يعني تزينوا احسن مني انا. الطرطه اللي طلبوني عليها المتتبعين ديالي في التيك توك، يعني طلبوني على طرطه مزوقه بالشوكولاط، لكن في الداخل ديالها يعني نفس الشكل فقط التزيين مختلف. نتوما تشوفوا الطريقه من بعد ما حيدتو معكم. الحلوى تجي مفينيه ومقاده، يعني بلا مجهود بلا حتى شي حاجه. تقدروا تفرحوا بها كوليداتكم والاسره ديالكم والضياف، علاش لا؟ يعني المذاق ديالها كيجي رائع. هانتوما تشوفوا جات مجعبه من الداخل، يعني ما عندي ما نقول. الى عجبكم الفيديو ديالي ما نساوش تشتركوا معايا وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم للمشاهده، الى اللقاء فيديو اخر بحول الله.